تعالوا كده نعمل مع بعض ايس كريم شوكولاتة من غير ما نضيف عليه اي نوع شوكولاتة خالص. شايفين الجمال بتاع الايس كريم؟ تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب معايا حلة هنزل فيها بكوباية لبن، ربع كوباية سكر، 3 معالق كاكاو خام اسباني يكون نوعه نضيف. هبتدي اقلب كل الكلام ده على البارد، وبعد كده هرفعه على النار بالشكل ده. اول ما يبتدي يغلي معايا ههدي النار خالص، وبعد كده هسيبه على النار لحد ما ياخد القوام اللي انتوا شايفينه دون. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب معايا بولة واحط فيها كيس كريم شانتيه، ربع كوباية لبن، وابتدي اقلب بقى. اول ما الكريم شانتيه يتضاعف معايا بالشكل ده هنزل بنص الكمية اللي احنا عملناها. الكمية دي كلها تاخد كيسين كريم شانتيه، لو هنعمل نص الكمية هناخد كيس واحد بس كده. وهبتدي اقلب كل الكلام ده كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يبتدي الحجم يتضاعف معانا. وكده الايس كريم كان جاهز معايا. انا رشيت شوية شوكولاتة شيبس كده، حطيت الايس كريم في الفريزر لحد ما جمد شوية، وده كان الشكل النهائي معايا. شايفين جمال الايس كريم؟ مش عايزة اقولكوا كان حلو جدا وطعمه لذيذ قوي، غير المطة الخطيرة اللي كانت فيه زي الايس كريم الجاهز بالظبط. بصوا شايفين الجمال؟ طريقته سهلة وبسيطة جدا، جربوها وقولولي ايه رأيكم.